السلام عليكم. في البداية نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض شوية قراقيش بطريقة سهلة وبسيطة جدا، لزوم السقسقة، وكمان بتقرمش كده وبتدوب في البق مع كوباية شاي. حاجة كده اللهم بارك. اوعدك ان شاء الله انها تنجح معاكي من اول مرة. لو بتخافي تعملي المعجنات في البيت بإذن الله معايا هنعمل كل المعجنات ان شاء الله وهتنجح معانا بإذن الله. مع كوباية بقى كده شاي الصبح وتفطري بيها، حاجة كده اللهم بارك. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. اول حاجة هوزن السمنة. انا مستخدمة زبدة فرن على زبدة بلدي، مقلباهم الاتنين مع بعض. وهنا هبدأ اصفر الميزان واحط اي وعاء، وهاخد كيلو ونص من السمنة. انا هعمل ما شاء الله اللهم بارك 3 كيلو، فهاخد كيلو ونص، يعني لكل كيلو 500 جرام من الزبدة او السمنة، وست معالق من السمسم، يعني لكل كيلو معلقتين كبار من السمسم. 6 معالق سكر بودرة، يعني برضو لكل كيلو معلقتين كبار من السكر البودرة. معلقة ريحة الكعك، ومعلقة ونص من البيكنج باودر. ونقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعضها. ومعايا كيس من الخميرة، هحطه على نص كوباية من المية الدافية. لازم تكون دافية مش بحرارة الغرفة علشان تنشط معايا الخميرة. ومعلقتين من السكر، والسكر برضو علشان ينشط معايا الخميرة بسرعة. هركن بقى الخميرة كده على جنب، واحط البيكنج باودر. كنت نسيت احطه فحطيته دلوقتي. ونقلبه بقى كده ونعمل تجويفة في النص علشان نجيب السمنة نحطها. طبعا السمنة هتكون دافية مش سخنة خالص. وننزل نسمي الله كده ونقول ما شاء الله اللهم بارك ولا حول ولا قوة الا بالله. وننزل بالمواد السائلة ونبدأ بقى نقلبها كده. ان شاء الله باذن الله اوعدك انها تنجح معاكي من اول مره باذن الله. مفيش اسرع ولا اسهل من كده، حاجه سهله وسريعه جدا، وان شاء الله مش هتفشل معاكي. اهم حاجه يكون نوع الدقيق كويس جدا، عندك الضحى او سنبله الفرات او الكوثر، التلاتة ما شاء الله حاجه كده اللهم بارك جميله. بعد كده ما قلبت كده الدقيق مع الزبده، هبدا بقى ابس العجينه. اهم حاجه في القراقيش او الكحك اننا نبس العجينه كويس جدا. دي اهم خطوة من خطوات الكحك عشان يطلع معايا دايب، او القراقيش عشان تطلع معايا دايبة وما تكونش ناشفة معايا خالص. لازم نبسها كويس جدا مش اقل من ربع ساعة. لو في العجان طبعا ما بتاخدش 10 دقايق خالص، بس لازم نبسها كويس جدا لغاية ما نوصل للمرحلة اللي هوريها لكم دلوقتي. تمام. يعني انا كنت بقفل الكاميرا وارجع اعمل معاكم تاني، اقفل الكاميرا وارجع معاكم تاني حوالي ربع ساعة بالظبط، عشان انا عاملة ما شاء الله كمية فبتاخد معايا وقت شوية. طبعا انت لو هتعملي كيلو مش هياخد معاكي وقت خالص. تمام. ببستها كده بقى بين ايدي كده زي ما احنا شايفين مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، لغاية ما هتلاقيها شايفين ما شاء الله كانت ناشفة خالص في الاول، دلوقتي بقت دايبة خالص ما بين ايدي. عاملة ازاي؟ زي ما واضح معاكم ما شاء الله دايبة دوبان اللهم بارك. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بقرب لكم الكاميرا واوريكم ان العجينة بقت ناعمة معايا خالص. وهنا بقى ابدأ احط الخميرة، ما شاء الله خمرت معايا خالص. وابدأ بقى اقلب كده العجينة مع الخميرة بصوابعي كده، ما تعجنيش خالص، بصوابع ايدك كده بالراحة. وقلبي العجينة مع الخميرة كده بالراحة. واول ما تدوب معايا كده هنبدأ نحط بقى لكل كيلو هنحتاج كوباية من الا ربع من السوائل. طبعا انا مستخدمة الخميرة فهحط كوبايتين وهشوف هتحتاج معايا ولا لا، يعني كوباية الا ربع وكوباية الا ربع، كوبايتين لكل كيلو، كوباية الا ربع من اللبن. القراقيش طبعا بنحط لها لبن ما بنحط لهاش مية. وابدأ برضو كده بصوابعي لغاية ما اللبن يختفي معايا والعجينة كده تطرى معايا. هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك. وطول ما انت بتشتغلي كده يا غالية صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكري الله، وادعي ربنا يبارك في الطعام اللي بتعمليه، بجد بيفرق جدا.
ومتحسيش بتعب خالص ولا مجهود ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، اللهم امين. شايفين انا ما بعجنش خالص، انا بلم العجين بصوابع ايدي كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنا اللبن بدأ يختفي معايا واحدة واحدة. طبعا قفلت الكاميرا ورجعت برضو عملتها عجنتها معايا مع نفسي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهنا اللبن اختفى خالص تماما. شايفين انا ما بعجنش بين صوابعي كده، وبقلب كده بالراحة علشان العجينة ما تشدش معايا ويبقى لها عرق كده وتبقى طرية وجميلة معايا زي ما احنا شايفين. هنا قربت الكاميرا معاكم، شايفين بقى الطرية ومفيش فيها تشققات خالص. ده القوام اللي احنا محتاجينه بالظبط كده زي ما احنا شايفين. غطيها بقى بكيس كده وهنسيبها حوالي 10 دقايق لغاية ما نجهز العجوة. ممكن تجهزي برضو العجوة قبل ما تعجني. هحط عليها معلقتين كده من الزبدة ومعلقتين كبار من السمسم، وابدأ بقى اعجنها كده. هي بتبقى ناشفة شوية في الاول، بس مع الزبدة والحاجة هتبدأ تطرى معاكي خالص. ده كيلو من العجوة، يعني عمل معايا القراقيش 3 كيلو، وفاض شوية كمان عملتهم سادة. لو حابة تعملي برضو القراقيش دي سادة خالص مفيش اي مشكلة خالص، بنفس الطريقة برضو ونفس العجينة هتبقى جميلة جدا. وهنا بعد ما عجنت كويس العجوة هبدأ بقى بطريقة سهلة عشان ابسط معايا الموضوع وان اخلص القراقيش بسرعة. فهبدأ اجيب كيسين نضاف كده واقطعهم، وابدأ كده بالنشابة افرد العجوة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. واقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. خليكم معايا لاخر الفيديو. وشايفاك لو ما حطيتيش اللايك حط اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. ومعايا ان شاء الله هبسط لكم كل حاجة وهنتعلم مع بعض كل جديد ان شاء الله، نتعلم من بعض باذن الله. وهنا بقى كده بقطعة البيتزا وتبدأي اللي انتي تقطعيها كده بالطول. بجد بتسهل عليكي جدا في تقطيع القراقيش وما بياخدش معاكي وقت خالص. وفي طريقة تانية بإذن الله هبقى هعملها معاكم برضو في فيديوهات تانية. لو عملنا مع بعض قراقيش تاني ان شاء الله هبقى اوريها لكم بإذن الله. هنا بقى نبدأ نجيب بقى حتة عجينة بعد ما خلصنا كمية العجوة كلها، ونطريها كده ما بين ايدينا. هي العجينة ما شاء الله اللهم بارك ارتاحت وطرية وما شاء الله سهلة معايا جدا في الفرد. تبدأي بقى كده تعمليها رول كده. بجد ما تاخدش معاكي وقت خالص وسهلة وسريعة، والطعم اللهم بارك حكاية هيعجبك جدا. بس امشي كل الخطوات اللي انا قلتلك عليها. طبعا القرايش بنستخدم لها سمنة ما تكونش مقدوحة، هي بتبقى دافية بس، يعني بتدفيها كده على النار وتبدأي تحطيها على الدقيق. هجيب بقى الشرايح بعد ما فردتها كده وتحطيها في النص. شايفين مفيش اسهل ولا اسرع من كده. طريقة تقطيع سهلة جدا. وبعد كده تبدأي ترولي كده. تضغطي عليها كده بالراحة، ما بنفردش قوي علشان العجوة طبعا تبقى باينة معانا في العجينة. تبدأي تسويها كده، والحتة اللي تسويها تبدأي تقطعي. بقطعها بقطاعة المخلل بيبقى فيها زجزجة كده، بتدي شكل جميل جدا للقراقيش. تبدأي بقى تقيسي بصوابعك كده وتعملي كله قد بعضه كده، تحاولي تعملي كله مقاس واحد علشان يبقى الشكل جميل كده. انا بحب اعمل الحجم الصغير كده، مش بحب اكبرها قوي. دي حاجة ترجعلك انتي، لو حابة تكبريها دي حاجة ترجعلك انتي. بس اهم حاجة تعملي كله يبقى سوا واحد وقد بعضه كده علشان يبقى الشكل جميل. ونبدأ برضو نقطع، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. طبعا انا هعمل معاكم حاجة بسيطة جدا والباقي اكمله مع نفسي.
طبعا التسوية لازم نكون مسخنين الفرن من قبلها، يكون سخن جدا وتدخل على درجة حرارة 200. تمام، ما بتاخدش ربع ساعة او 10 دقايق. اول صاج بياخد ربع ساعة، وبعد كده 10 دقايق بتكوني مخلصة الصاج وبيطلع معاكي في ثواني وبتخلصي تسوية. طبعا انا ما بشغلش الشوايه، وهتشوفي شكلها هيبقى من الاخر في الاخر عامل ازاي. هتحمر من فوق ومن تحت عادي. لو انت بتحبيها حمر قوي بتشغلي الشوايه عليها شويه. تمام. برضو عملت معاكم كده برضو في السريع واحده، طبعا ما عملتهاش كلها بس جبت لكم لقطات كده منها. وهنا بعد ما خلصت الكميه اللي عملتها معاكم دلوقتي وخلصت ما شاء الله اللهم بارك، ده كان اول صاج عملته بعضها. وهنا بعد ما خرج من الفرن ما شغلتش عليه زي ما احنا قلنا الشواية خالص، وطالع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، ومستوي كويس محمر كده من فوق ومن تحت ما شاء الله اللهم بارك، ومستوي والعجوة باينة فيه كده وشكلها جميل جدا. والزجزجة زي ما احنا شايفين ما راحتش خالص، علشان احنا عاملين خطوات سهلة وسريعة ومش مكترين من البيكنج باودر ولا الخميرة، علشان يفضل كده شكله حلو ما يبقاش شكله نافش قوي معاكم. امشوا على الطريقة اللي انا قلتها لكم وبإذن الله هينجح معاكم من اول مرة. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.